لو بتعاني من مشاكل زي ضعف التركيز، قلة الطاقة، سقوط الشعر، شحوب الوجه، عندك ضعف مستمر في جسمك بشكل عام في عضلاتك، وعملت تحاليل ولقيت النتيجة كويسة جدا، يبقى لازم تسمع الفيديو ده للآخر. أوقات كتير بيبقى التحاليل بتاعتنا طبيعية لأن معظم الدكاترة بيعتمدوا على صورة الدم في تشخيص وجود أنيميا أو عدم وجودها، لكن أوقات كتير جدا بيبقى عندنا أنيميا بنسبة طبيعية ولكن عندي مشكلة في مخزون الحديد. هنا بتكون المشكلة الحقيقية. بعض الدكاترة بيعتمد إن الفيريتين أو مخزون الحديد دوره إن هو يكون لي هيموجلوبين، وبالتالي لو الهيموجلوبين طبيعي فالأمور تمام. الحقيقة إن الفيريتين مش دوره أبدا، أو الحديد مش دوره بس إن هو يكون لي هيموجلوبين. الحديد دوره ان هو يخش في وظائف كتير في الجسم، زي العضلات، زي وظائف المخ والتركيز، زي المناعة، زي انتاج الطاقة. كل دي حاجات مهمة جدا بيخش فيها الحديد، وبالتالي لو المخزون بتاعه قليل الجسم بياخد المينيمم علشان يقدر يتعامل مع الوضع، فبياخد اقل قدر ممكن يقدر يسرفايف بيه او يعني يتماشى مع الوضع، وبالتالي بيحصل ضعف في كل الوظائف دي تقريبا، او حسب اولويات الجسم ممكن ياخد لوظيفة ما ياخدش الوظيفة التانية، وبالتالي الجسم يتأثر بشكل اكبر. طبعا ده يرجع لنسبة النقص في مخزون الحديد. فمهم جدا ان انا اضم للتحاليل بتاعتي تحليل مخزون الحديد اللي هو الفيريتين، عشان اقدر اعرف مشاكل اللي في جسمي دي سببها الاساسي ايه وازاي احلها. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.